من الحاجات اللي عجبتني في كابتن معتمد جمال انه طلع اي واحد كان بيتدلع في ماتش المصري. التلت الهجومي كله، التلاتة اللي كانوا قدام طلعوا خوان بيزيرا وتشيكو بانزا والجزيري، ونزل عضية دباغ اللي هو نجم المباراة، اللي هو عمل الجون وعمل ضربة الجزاء. و خوان بيزيرا طبعا اللي كانش شايف قدامه اساسا ولا ماتش المصري ولا الماتش ده. وتشيكو بانزا، وحقيقة أنا اتبسطت جدا باللي أنا شفته ده. يعني بعيدا عن لو خوان بيزيرا مثلا بدقيقة أو دقيقتين يخلص لي الماتش، لا فأنا لا أنا قعدك دكة عقبال ما تفوق وعقبال ما تعمل وتجيلي تاني وأشوف لمستك السحرية وأشوف إن أنت كنت بتعمل إيه. ودي حاجات أنا كنت أحبها قوي. بس هو هل الماتش ده يعني أنا شفت مثلا ماتش الزمالك ده النهاردة، هل مثلا أنا أشوف مثلا أقول الزمالك كان بينافس على الدوري؟ لا. هتقولي ليه لا؟ اقول لك ان انا بتروجيت اساسا الماتش ده بالميت يخلص 9-0، 10، يخلص بارقام. يعني هو الاهلي بيلعب بنفس الطريقه اللي بتروجيت لعبتها في الماتش ده، الاهلي هيكسب اكتر من 7-8. طب ليه؟ هو ان بتروجيت كان مستهتر قوي بالزمالك. هو بيقول ايه؟ شايف يا عم اللعيبه عامله ازاي، شايف الازمات، شايف البتاع. لا هو حقيقة يعني هو الزمالك عنده ثغرات وعنده حاجات بس سكواده يظل ان هو تالت احسن سكواد او رابع احسن سكواد بعد الاسكراو سيراميكا. رابع احسن سكواد، يعني احسن من السكوادات اللي تحت، ويقدر انه يلعب ويقدر يجيب جوان، يقدر انه يكسب بجماهيره. بجماهيره اللي كانت بتدعم 90 دقيقة. وعجبني قوي كلامهم وعجبني قوي حاجة في منتهى الجمال. وكان اصلا لعيبه بتروجيت كانت بتطلع الدفاع قوي لقدام وسايبه اللعيبه. حرفيا انا لو بلعب هطلع 3 4 انفرادات. انا لو بلعب مفيش حد ماسكني، مفيش حد معايا، مفيش حد اصلا عامل لي اي حاجه، انا بجري. جون بتاع ضربه الجزاء بتاعت عضيه الدباغ كان بيجري ومحدش ماسكه. اللعيبه وهو بيجري محدش ماسك، محدش عامل اي حاجه، مفيش اي حاجه حصلت من بتروجيت خالص. انا سايبهم كده كده يا عم، مش هيجيبوا جوان يا عم بتاع مش عارف ايه. فطلع ان في مساحات رهيبه طلعت، المفروض اصلا ان احنا كنا نستغلها ونجيب جوان كتيره. انا كنت عايز جوان كتيره تخلي في ثقه في اللعيبه. بس الحمد لله على ال 2-0، الحمد لله ان احنا كسبنا، الحمد لله ان احنا طلعنا بفوز. الدوري ده انا براهن عليه على اخر عمري. لازم احاول على قد ما اقدر. الدوري في ايدك تقدر تجيبه. كده كده سيراميكا، انت عارف هي سيراميكا بعيدا عن ان هي بتقدم ماتشات حلوه، بس انت عارف ان في الاخر هي بتقع. وعندك بيراميدز والاهلي والزمالك، انت فرق بينك وبين الاهلي نقطه، وفرق بينك وبين بيراميدز. انا الصراحه ما يعني هشوف اقول لك. لكن الفرق بينهم يعني لو مثلا ماتش الزمالك وبيراميدز، الزمالك لو كسب بيراميدز هو هتلاقي الفرق بسيط جدا، انك تعرف خلاص انك توصل للدوري. انا مش طالب منك انك تكسب دوري، انا طالب منك انك تحاول على قد ما تقدر تكسب التاني دوري. ماليش دعوه بكاس مصر، ماليش دعوه بالكونفدراليه. انا عارف ان البطولات دي هي طبعا مهمه جدا، يعني مش نفسي اكسب. بس انت تاني دوري دي هيطلعك دوري ابطال افريقيا، ده اللي انا نفسي فيه. لان خلاص انا كده عندي مقفول عشان بجيب لعيب. وفي عندي وفي السكواد ده نواقص كتيره جدا بكملها بالناشئين زي محمد ابراهيم، احمد خضري، اللي عملوا ماتشات نوعا ما كويسه جدا. فدي حاجات كانت يعني مبسوط منها جدا. يعني من اللي انا كنت شفته من نادي الزمالك، شفت الجون، شفت اسيست ناصر منسي العالمي، اللي انا كنت بقول ان انا اي حد كان بيشوف بيقول ان اللاعب ده ما ينفعش يبقى بره المنطقه. عمل حته اسيست روعه، عضيه دبال جرى. اي نعم، انا بالنسبه لي ان الجون الانفراد ده الجون بتاعه كان حبيني تلاتة الحمد لله عشان الحارس كان كويس جدا. بس لا يعني ناصر المنسي ليه اتباع للمصري؟ يا جماعه فكره ان الزمالك هيبيع ناصر المنسي للمصري او الاتحاد، دي كارثه بالنسبه لي. لان انا بالنسبه لي ناصر المنسي عالمي، ناصر المنسي جامد جدا. انا بالنسبه لي ناصر المنسي هو المهاجم المتكامل ما بين الاربع لعيبه دولت. مش متكامل بس هو من احسنهم.
لانه الوحيد هو اللي بيحاول، والوحيد اللي هو هياخد الكرة وهتعرف ان او هتشوف وهتعرف ان هو ممكن يعمل حاجة. في عنده مشاكل، مشاكل الصغيرة بتاعت ان هو ما بيعرفش يرقص، ما بيعرفش يمسك الكورة معاه كتير، بس هو راجل هتديله الكورة هيفنشها لك، هترفع له الكورة هيحطها لك. انت شفت حتى في الدقيقة 9، طبعا احنا دي أول فرصة عملناها الدقيقة 9، ناصر منسي والكرة بتاع محمد غريب اللي رفعها غريبة. ناصر منسي كان هيعمل اسيست لولا العضية الدباغ، لو كان ذكي شوية ولقط الكورة كان زمانها جون باسيست ناصر منسي لو كنت في الدقيقة 9، لكن ما حصلش. بس انا بالنسبة لي ناصر منسي ما يتباعش. ناصر منسي هو يخلص لك ماتشات كتيرة جدا. انت شفت دلوقتي الجزيري؟ شفت قرف الجزيري؟ شفت الجزيري وهو بيجري في انفراد؟ يعني ايه ده؟ مش هتكلم على اخوان بزير، مش هتكلم في الانفراد ده، هو اي نعم هو وحش جدا، بس مش هقدر اتكلم عليه في الانفراد ده. انا عارف ان هو مشكلته فينش، انا عارف ان مشكلته كده. يا ابني هات مدرب شخصي ليك خليه يدربك. ده انت هتطلع في اوروبا على طول يا صاحبي. اوروبا ليه؟ اخوان بزير بيعرف يرقص كويس جدا، بس انا مش شايف فيه حاجه، هو حاسه بيلعب السهل، حاسس ان هو مقروف، حاسس بيقول يا ريتني ما لعبت. بيمسك الكوره بيقعد يبص لدونجا، بص محمد اسماعيل، ما بيجريش ونشوف فيه بقى من الحركات اللي بيعملها ويسقط الكوره، مفيش. حاسس ان هو آه، بيلعب كده، يعني هو بيقول الحمد لله ان انا بلعب. والحقيقه يعني الزمالك يبقى الزمالك، بالازمات بالبتاع بكل ده اللي احنا شفناه من مشاكل طوال السنين. الزمالك يبقى الزمالك، مفيش اي حاجه. يعني انت مثلا، انا متوقع من الكابتن معتمد جمال ان الماتش هيبقى باهت زي ماتش المصري، باهت ماتش ما شفتش منه اي حاجه. لكن لا، شفت كور، بس اي نعم ما استغلناش اي حاجه، وجبنا جبنا جونين بسبب عضيه دباغ، وعضيه دباغ كان زعلان وهو طالع ان هو كان عايز يكمل الماتش كله. بس لا، ماتش حلو جدا. وشفنا منه برضك ادم الكايد يا جماعه عالمي. ادم الكايد الجون، ضربه الجزاء التانية، وشاف رقص اللعيب ازاي وحط حته باص يدرس. خد الكوره تك، وكانوا فايق قوي، معرفش ليه مالهم كملوا الماتش المصري. بس انا هقول ان اللعيب مش في يومه، لان انا متعود من ادم الكايد وهو رقم 10 انه جامد جدا. بس انا هقول ان اللاعب ده مش فيهم، لان هو عمل اجمد كوره، وكان بيعمل كور حلوه، وكان بيباصي حلو، ورفعاته على فكره كانت ممتازه. يعني بس انا لو عندي مدرب كرات ثابته، كان ادم الكاي ده هو السلاح بتاعي، هو اخوان بزير. لو انا كان عندي مدرب كرات ثابته، لان دي حاجات عالميه، عمل كرات عالميه. والحقيقه انا مبسوط، مش مبسوط من الاداء قد ما انا مبسوط ان انا عرفت اكسب، وان انا لا انا عايش وموجود وبنافس على الدوري وموجود في كاس مصر وموجود في الكونفدراليه، واللي عايز يخرجني يفرجني. ده بالظبط. وكابتن معتمد جمال عجبتني شخصيته باللي هو عمله، بان هو ايه، كان مطلع اللعيبه اللي كانت عامله مشكله. يعني احمد ايشو الماتش اللي فات كان ثغره. يعني لو المصري كان ذكي جدا، كان ذكي شويه، كان عارف ان هو يجيب جوان بالثغره دي، انه خلاص هو بيطلع الدنيا فاضيه، بحري. بس احمد خضري كان لاعب جامد جدا، كان بيعرف انه يدافع، كان معتمد جمال كان بيدور تعليمات في اول الماتش: انت ما تطلعش قدام، ما تطلعش، ما انت مش عايزين نشوف منك لمسات هجوميه، انا عايز اشوفك ورا، انا عايز اشوفك مدافع. هو كان واقف ورا وكان ملتزم. محمد ربيع بس هو اللي كان بيطلع قدام. محمد ربيع كان لاعب كمان وكان كويس الماتش ده، واتمنى منه السلامه. يعني انا معرفش هو جات له اصابه، بيشتكي من حاجه، ان شاء الله يعني خير ان شاء الله. بس لا، انا مبسوط باللعيبه من الناشئين اللي انا طلعتهم. يعني ما كانوش عبء عليا، ما كانوش بيعملوا مشاكل، لا هم كانوا تمام، تمام قوي. تعال نخش على التقييمات. عضاية الدبال 10/10. لاعب هو عمل كل اللي عليه. مهاجم، انا هو كده كده ما كانش المهاجم الاساسي، هو كان بيلعب وينج يمين بيميل للمهاجم، بس عمل دور كويس، هو اللي جاب لي الجون وهو اللي عمل لي الجون التاني، فهو اللي عمل لي كل حاجه.
هو اللي كسبني الماتش من الاخر. عندك ناصر منسي، ناصر منسي انا برضه انا بالنسبه لي اديله 9 من 10 او 8 من 10. عنده مشاكل وهو ما كانش الواقف بقى مهاجم، يعني هما يعني عداد دباغ وناصر منسي ما كانوش المهاجمين اللي هو انا واقف 9، لا انا برجع ورا وبروح ناحيه الشمال وعداد دباغ يمين ناحيه اليمين ويقعدوا يضموا وبيعملوا كده كتير. بس ناصر منسي عمل اسيست روعه، كان بيعمل كور، كان بيعمل وكان بيحاول، ودي حاجه انا ببسط منها جدا. ودي حاجه انا بقول انا مش عايز اتحرم منها. انا عايز اشوف ناصر منسي في الملعب، انا عايز اشوفه لانه بيحاول ولانه جامد وانه عارف يلعب كوره. يعني ما بشوفش منه يعني 10% استهتار، ما بيستهترش. لا انا نازل العب كوره، انا نازل اجيب جون، انا نازل اعمل اسيست، انا نازل اعمل حاجه. فانا انبسطت جدا يعني. احمد شريف، احمد شريف انا بديله 5 4. احمد شريف كان في كور، يا ابني باصي لهنا مفيش، طب باصي ده مفيش، انا هشوطها. الشوطه دي، الشوطه اللي انا شفناها دي بتصيد حمام حضرتك؟ ايه الشوطه دي؟ يعني انا بديك 4 لايه اساسا؟ انا عايز اديك 0، بجد 0 يعني. ما عملتش حاجه في الماتش، مش شايفك، شفتكش خالص. يعني انا حتى انا استغربت ايه اللي انت بتعمله ده، انا مش عارف الصراحه. ادم الكيد 10 من 10، 10 من 10. لاعب ممتع يا جدع، ممتع باللي انا شفته، ممتع. ادم الكيد كان جامد جدا. ادم الكيد كان عارف ان هو يرقص وياخد الكوره ويباصي ويعمل. ماليش دعوه بكام يعني لو غلط عادي، بس الغلطات دي اهم حاجه، انا ما اديتش الاجوان، بس هو كان ممتع، هو كان كويس، هو كانش بيغلط. ادم كانت مشكلته الوحيده اي نعم هي مشكله الفرقه كلها يعني، ان مفيش حد فينشر اساسا، مفيش حد مثلا يشوط كوره حلوه جدا تيجي جون، مفيش، ما شفتهاش. عندك محمد شحاته، محمد شحاته ربنا يا رب يقومه بألف سلامة يعني، وإن شاء الله تبقى بسيطة يعني. لا محمد شحاته كان بيلعب كويس. محمد شحاته بالنسبة لي هو الجولدن بوي بتاع الزمالك، أحسن واحد في مستقبل الزمالك. خط وسط الزمالك أنا بالنسبة لي هو في أمان طالما وجود محمد شحاته. لا محمد شحاته في حتة تانية، بس أنا مستنيه إن شاء الله يبقى خير يعني، يكون هو الماتش الجاي يبقى موجود. لأن أنا يعني بحبه جدا، وشايف إن هو هيعمل حاجات أكتر، أو ممكن يحترف بره. او يعني ليه ممكن، يعني انا شايف ان هو يحترف بره، لانه لاعب جامد ولانه لاعب بيطور من نفسه، مش بيبخل بعرق، وعنده مهارة وعنده حاجة، بيقدم حاجات. اي نعم ساعات في مشكلة ان هو للأسف ما فيش 6. ما تقولش محمد اسماعيل، محمد اسماعيل بالنسبة لي مش 6. محمد اسماعيل عنده هو كويس بس مش 6، مش دونجا يعني وقفوا جنبه دونجا، وقفوا جنبه احمد ربيع، وقفوا جنبه لاعب 6 وخليه هو 8 ينطلق، وخليه يقف واقف بره. بس محمد شحاته بحسه هو بيحاول يأمن قوي على محمد اسماعيل. انا 6 جنبك، انا بدافع معاك قوي. فانا ما بشوفش محمد شحاته باب اللمسات الهجوميه اللي أنا كنت بشوفها. بس محمد شحاته لاعب جامد جدا، مستقبل. ونزل مكانه محمد السيد الماتش ده يعني 5 يعني في النص يعني. ما كانش جارسة، وما كانش بيعمل حاجه، بيغلط ومش عارف ايه، بس انا برضه مش هحاسبه. طول ما الغلط ده ما اداش لجون ما اقدرش احاسبه، بس اقول له خلي بالك، اقول له في حاجه، خلي بالك في حاجه بتحصل. محمد اسماعيل الجوكر الملعب يا جماعه. أنا ما اقدرش اقيمه يعني، لا يقيم. لا هتقول لي كويس، هو لاعب كويس جدا، وانا ما اقدرش ان اجي اقول عليه اصل انت بص ايه، انت غلطت في الكور كذا. لا هو كان 6 كويس وكان بيلعب كويس، بس هو مش 6، هو مدافع. هو لاعب مدافع، لاعب بيعرف يلعب بالكورة، لاعب مكان يا لوينش يا حسام، هو لاعب كده. بس انا ما اقدرش ان انا افضل العبه 6 كتير، او افضل العبه باك يمين، مع انه باك يمين كان كويس، بانه كان هو دفاعيا كويس وبيعرف يرفع هجوميا. يعني هجوميا انت عارف بقى في طلاب الكورة بالبتاع هو كويس، بيعمل كرات بينية حلوة. فانا شايف ان في تقريبا شكل في المستقبل هتلاقي في الماتشات الجايه، هتلاقي ان محمد اسماعيل باك يمين مكان محمد ابراهيم، بس دي حاجه معرفهاش يعني الله اعلم. بس انا تقريبا هشوف كده، لان انت عارف محمد اسماعيل بيطلع قدام، بيبقى عنده ثقه، بيبقى عنده ثقه انه يشوط، عنده ثقه انه يرفع، لاعب جامد.
محمد ابراهيم بالنسبه لي 9 من 10. هو ما غلطش، هو مش كويس، انا عارف اللاعب ده مش كويس هجوميا، بس رفع كورة حلو. فاكرين كورة يعني، شفتوا كورة بتاعت ادم الكيت؟ لاعب عالمي، كان على طريقة جيرو او مختريان، عارف؟ كورة جامدة جدا كانت، يعني كان بالنسبة لي كان رب كانت تخش جول، كانت هتبقى من احسن الجوان اللي جت في تاريخ مصر. ان احنا مشفناش الجون ده، والجوان دي كانت يعني جيرو لو انتوا فاكرين كان واخد تقريبا، كان واخد على بوشكاش تقريبا، كان واخد عليه بوشكاش. فالجون ده كان عالمي جدا، بس للاسف ما جاش، جه في العارضه. فانا بالنسبه لي لا، بالنسبه لي محمد ابراهيم كان كويس جدا، محمد إبراهيم كان بيقدم. الونش حسام خد رقم المباراه. الونش برضه زي ما انا بقول، الونش 8 من 10 عادي جدا، وحسام 9. طالما الكوره طلعت وانتوا كنتوا بتلعبوا كويس، ما كانش فيه غلط منكم، فانا تمام. احمد الخضر 9 من 10. محمد صبحي لم يختبر، يعني هو لم يختبر، او هو انا ما شفتش كوره. هو كان اي كوره بيشوطها، ها ها يقعد يصوت ان في كوره شاطت عليه. طب انت واقف حارس ليه طيب؟ يعني محمد صبحي كل شويه بيعمل كده، بس انا انبسطت ان محمد صبحي هو اللي كان موجود. هتقول لي ليه؟ هقول لك ان هو الوحيد اللي بيعرف يطلع بالكوره، ورجله كانت حلوه، وكان بيعرف انه يباص، ويعرف عنده ثقه وكده، ودي كانت بسطاني. عواد بالنسبه لي احسن حارس في الزمالك، كل يوم طبعا الاول، بس في ماتشات احنا في خطر على المرمى، في خطر، في جوان هتيجي، فهو عواد هو اللي واقف بقى يحرس الجون ده. انما الماتشات العبيطه زي ماتش بتروجيت اللي انا شفت، يا جماعه الناس بتشوت في المرمى بره وفي السماء، ما شفتش كوره على الجون. فمحمد صبحي اللي بيختبر، لو بتروح بالكوره فانت 8 من 10 يا ابني، ما شفتش منك حاجه. كده باذن الله الفيديو خلص، و متنساش اللايك، اشتراك، شير. انا اول فيديو ليا، اسمي محلاوي، اسمي محمد خالد، في قناه محلاوي. سلام.